لأن الكرد يعني حسب ما نراه على الأرض وحسب التحركات الدبلوماسية السياسية، التوازنات بين الكرد سوف يكون لهم دورا رئيسيا وإيجابيا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا بجهود أبناء الشعب الكردي الذين ضحوا في سبيل هذا الشيء، في سبيل أن يعني نحصل على حقوقنا وأن نضمن حقوقنا في سوريا الجديدة وفي سوريا المستقبل. والرسالة التي وجهها قائد عام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال المضحي جنرال مظلوم كوباني كانت رسالة سياسية حكيمة واضحة تعبر عن حقيقة الشعب الكردي في المنطقة وليس في سوريا. نحن لا نشكل خطرا على أحد، نحن لا نبني أحلامنا وكياننا على حساب الجغرافيا وعلى حساب وجود أي طرف. نحن مع وحدة المنطقة، نحن مع وحدة سوريا، وحدة الصف الكردي هي وحدة الصف في سوريا. والرؤية الكردية واضحة، هي العدالة في سوريا، هي الديمقراطية، هي المساواة. لم يذكر أي مسؤول كردي منذ أول يوم في الحرب في سوريا عن نيتهم أن يحصلوا على مناصب سيادية وقيادية على حساب الشعب السوري. كانوا دائما يركزون على التضحية في سبيل بناء سوريا، في سبيل سوريا الديمقراطية سيادة ودون تدخلات الخارجية.